اولا وفي مخيم غزه لدعمهم اخواننا في هذا اليوم الطبي المجاني. واحنا دائما سعيدين ان يكون التعاون ما بين القطاعات الطبيه المختلفه سواء في محافظه الجرش او الاردن بشكل عام. فالتعاون ما بين وزاره الصحه من جهه وما بين القطاعات والجمعيات التطوعيه والخيريه والجامعات ممثله بالجامعه الاردنيه اللي دائما لها الدور السباق في اجراء والقيام بالايام الطبيه المجانيه في مختلف المواقع. فسعيد مره ثانيه اني اكون بين اهلي في المخيم، وان شاء الله اليوم الطبي هذا يكون يوم ناجح ونقدر نقدم اكبر خدمه ممكنه لاهلنا في المخيم، ونتامل ان شاء الله من المجتمع الدولي بشكل عام انه يكون في تعاون وفي دعم لاهلنا في غزه في الضفه الغربيه نتيجه العدوان اللي حدث عليهم، وان شاء الله انه الكل يقدر يساهم ويساعد لدعم اهلنا في غزه. وانتم كضيوف وممثلين لقطاعات مختلفه، يعني مثل ما عرفت من اخونا العزيز، فارجو انكم تنقلوا الرساله ل يعني بلدانكم لدعم اشقائنا واهلنا في قطاع غزه، والله يعطيكم العافيه. الله يرضى عنكم.